الجزء الاول هنعرف فيه ازاي نعمل اعاده تنشيط لخدمه موبايل الانترنت على خطوط فودافون بتاعتنا بكل سهوله وبكل بساطه. تابع معايا الشرح. كل اللي علينا هنمسك موبايلنا مع بعض وبعد كده هنروح على الهاتف. شاشة القفل. الهاتف. هنخش عليه بالشكل ده. الهاتف. مربع تعديل. وبعد ما احنا دخلنا على الهاتف زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، هنطلب الكود ده مع بعض علشان خاطر نقدر من خلاله نعمل اعاده تنشيط لخدمه موبايل الانترنت على خطوطنا بتاع فودافون. الكود هو نجمه علامة النجم. العلامة النجمية. 3 8 9 8 8 8 8 نجمه 9 علامة نجمية 8 أب 88 4 4 4 شباك. علامة النجم 0 هاش 4. بعد كده هندوس اتصال. زر اتصال. تم محو النص. الهاتف. وبعد كده هنجيب الشريحه بتاعتنا اللي بتاع فودافون، احنا مخلينها على 2. سام 1 سام 2 هندوس عليه بالشكل ده. الهاتف. زر اتصال. جاء تشغيل رمز USSD 1 عربة 2 English. العربيات 1 عربة. وبعد ما احنا دوسنا اتصال على شريحه 2 اللي بتاع فودافون، راح جايب لنا قدامنا مربع حواري بيقول لنا 1 عربي 2 انجلش، يعني هو بيقول لنا اختاروا اللغه بتاعتكم. احنا هنختار 1 اللي هي اللغه العربيه. صاد. لا صاد. استنوا. ضاد. 1 اهو 1 هندوس عليه بالشكل ده. 1 وبعد ما احنا دوسنا على رقم 1 هندوس ارسال. 1 جاء إلغاء إرسال زر. هندوس عليها على كلمه ارسال دي اللي انا واقف عليها بالظبط. العربيات كوردي ظاهرة. وبعد ما انا دوست على كلمه ارسال راح جايب لي مربع حواري تاني، تعالوا نقراه مع بعض ونسمعه مع بعض. جاء 1 يشيط خدمه الموبايل الانترنت الآن. 2 يعرف حال خدمه الانترنت. بيقول لي 1 تنشيط خدمه موبايل الانترنت الان. 2 معرفه تنشيط خدمه الموبايل الانترنت. احنا هندوس 1 لتنشيط خدمه موبايل الانترنت الان. هندوس 1. 1 وبعد ما احنا دوسنا 1 هندوس ارسال. جاري إلغاء إرسال. لوحة المفاتيح مخفية. تم تنشيط الخدمة بنجاح برجاء إغلاق الهاتف وإعادة تشغيله مرة أخرى. وبعد ما احنا دوسنا على كلمة ارسال راح جيب لي رسالة اللي ظاهرة قدام حضراتكم دي على الشاشة، بيقول لي تم تنشيط خدمة موبايل الانترنت بنجاح ويرجى اعادة تشغيل الهاتف مرة ثانية علشان خاطر يعني النت يتنشط معانا بكل سهولة وبكل بساطة وبدون اي ادنى مشكلة تماما. وكده خلاص الخدمة تم تنشيطها بنجاح. احنا هنروح لاسم موافق. موافق زر. الهاتف. وبعد ما احنا دوسنا على كلمة موافق جاب لنا رسالة ان خلاص تم تنشيط خدمة موبايل الانترنت بنجاح على خطكم ويرجى اعادة تشغيل الهاتف مرة ثانية علشان خاطر يعني الخدمة تتنشط بنجاح. وان شاء الله باذن الله هيكون في كود تاني في الجزء التاني برضو لتنشيط خدمة موبايل الانترنت على خطوط فودافون، علشان لو الكود ده ما اشتغلش مع بعض الناس فيكم يقدروا يتفرجوا على الجزء التاني اللي هينزل. وان شاء الله هيكون فيه كود تاني خالص غير الكود ده، بمجرد ما تعملوه ان شاء الله هيشتغل معاكم بكل سهولة وبكل بساطة وبدون اي مشكلة تماما. لحد هنا نكون وصلنا الى نهاية هذا الفيديو بتاعنا. اتمنى الفيديو يكون مفيد لحضراتكم، ولو اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار او اي مشكلة مواجهة من الفيديو بتاعنا او من فيديوهاتنا عامة او من عالم التكنولوجيا عامة يقدر يكتب لي سؤاله او استفساره او مشكلته اللي مواجهة من الفيديو بتاعنا او من فيديوهاتنا عامة او من عالم التكنولوجيا عامة في التعليقات. وانا ان شاء الله باذن الله بنشيئة الله تعالى هشوف كل تعليقاتكم وهرد لكم عليها باذن الله. في اخر الفيديو حابب اقول لكم صلوا على النبي. الرجوع. تسجيل